السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحمد لله رجعت لكم. عارف ان انا بغيب كل فترة والله العظيم، بس معلش اعذروني. حابب ابدا الفيديو ده باني عايز اقول لكم ان الحمد لله الانستجرام بتاعي اتوثق رسمي من شركة انستجرام نفسها، مش اشتراك او كده يعني. فدي لسه البداية، وان شاء الله اللي جاي احسن واحسن. النهارده انا جاي اتكلمكم في حاجه سيكولوجيه لها علاقه بعلم النفس، وحاجه هتفيدك في حياتك عامه يعني، لان السيكولوجي بصفته علم لا يقل اهميه عن العلوم التانية خالص. وانا هدفي من الفيديوهات دي ان انا اوصله لك بطريقه سلسه، انك تبقى فاهم الكلام ده من غير تعقيدات. وموضوع النهارده هو ان انا جاي اقول لك ازاي تعرف او تفرق بين الشخص اللي فعلا بيحبك والشخص اللي بيمثل انه بيحبك بس في الحقيقه مش بيحبك او بيحقد عليك. لو انت مثلا بتعمل حاجه في حياتك والشخص ده فعلا عايز ينصحك، هتلاقي ان النصيحه اللي بيديها لك بتبقى مبنيه عن تجارب هو خاضها. بمعنى لو اداك نصيحه هو لازم يكون مثلا مر بتجربه معينه، فشاف نتائج التجربه دي قال ايه اما انصحه بيها، دي عادي ما فيهاش مشاكل. لكن دايما الشخص الحاقد تلاقيه يجي يقول لك مثلا ايه، خاصه على الملأ قدام الناس، يعني ممكن يجي لك في كومنت مثلا انت منزل فيديو بتعمل فيه كذا، يقول لك مثلا عاش والله كل حاجه بس كذا، بس كذا، هو بس كذا. الحته دي هو بيحاول انه يقلل منك باي شكل. او زي ما تكون مثلا منزل فيديو جايب مثلا مليون فيو، ودي بالنسبه لك مثلا حاجه كبيره قوي، فتلاقيه بيقول لك والله جامد واستمر، بس عارف لو كنت عملت كذا، اللي هو طب انت بتقلل من الحاجه اللي انا عملتها ليه؟ دي حاجه انا حاليا فرحان بيها. انت ماشي ممكن تديني النصيحه بس مش ده وقتها، ما كانش ينفع تديها لي في المناسبه دي. النصيحه كانت ممكن تبقى كويسه في حاجه تانية، لو مثلا عادي بنتكلم في حاجه وانا قمت جاي قايل لك نصيحه، لكن دخلت ابارك لك قمت جاي قلت لك ما شاء الله استمر، بس حطيت بس كده وبعد كده جمله، ده كده شخص من جواه بيحقد عليك او بيغل منك. طب هل ده مؤشر؟ لا. في علم النفس ما تقدرش تاخد الحاجات دي على اساس انها 100% صحيحه، لازم بكذا علامه بكذا لغه جسد تقدر تحكم على الشخص اللي قدامك اذا كان مثلا هو فعلا بيحبك او مش بيحبك. زي مثلا في علامه في لغه الجسد تقول لك ايه، لو حد بيتكلم معاك وعمل كده يبقى بيحور او بيكذب او مش انترستد باللي انت بتقوله. انا مثلا كمحمد بعمل الحركه دي كتير، يعني لو انت دخلت عندي حالا في الانستجرام هتلاقيني منزل ستوري بتكلم فيها عن حوار التوثيق وكده، وانا بتكلم عملت كده. فهل ده معناه ان انا كذاب او ان انا مثلا بحور او كده؟ لا. طب امتى اقول فعلا ان ده جادو كذاب؟ لما تكون بقى عارف كل الساينز بتاعه لغه الجسد اللي تثبت ان الشخص ده كذاب، ولقيت ان كل الساينز دي او كل العلامات دي بتثرى على الشخص ده، خلاص يبقى الشخص ده 100% لا محاله بنسبه كبيره، يعني خلينا برضو نقول بنسبه كبيره قوي قوي فوق ال 95% كذاب. طيب لو انا بتكلم مع واحد مثلا يا جادو ولقيته مثلا هو بيتكلم عمل كده، بيحكي لي عن حاجه وعمل كده، فهل لازم اقول ان ده كذاب؟ لا. بس في الحاله دي انت بقى ايه، حطه تحت المراقبه، يعني استنى منه علامات تانية. طب ايه العلامات التانية دي؟ بقى الحاجه اللي انا بقدمها لك في كتاب ريد ذم، وهو ازاي تقرا الناس زي الكتاب بالظبط. كتاب حاليا متاح منه النسخه الانجليزيه، وان شاء الله قريب هيبقى متوفر بالعربي، حوالي 400 صفحه، والكتاب سعره ما يجيش تمن وجبه او جراب ايفون يعني. العلامه اللي بعد كده هو ان الشخص لما يشوفك بتعمل انجاز مش بيبارك لك، او اللي هو تحسه بيقول لك مبروك وهو متضايق كده، او مثلا انت منزل حاجه انت فرحان بيها او انجاز انت حققته تلاقي الناس كلها بتبارك لك، وهو مثلا قريب منك تلاقيه مثلا اكتفى بانه عمل لك لايك. بص، طبيعي ان الشخص ما يبقاش حابب يشوف اللي قدامه احسن منه، بس في دايما حاجه انا بمشي بيها انا كمحمد بتقول ايه، اللي بيدي ايجابيه بترجع له ايجابيه. عمرك ما هتدي ايجابيه وتترد لك بالسلب ابدا. طول ما انت بتحب الخير لغيرك ربنا هيعوضك بده في يوم من الايام، ربنا هيديك الخير ده في يوم من الايام. وكل واحد ورزقه طبعا، ممكن الرزق اللي عندك يكون غير الرزق اللي عندي، الرزق اللي عندك ممكن يكون حب الناس، فلوس، شهرة، ممكن الرزق اللي عندي يكون مثلا عندي قبول، عندي مش عارف ايه. فربنا موزع الرزق بالتساوي، بس عليك انت كبني ادم انت المفروض تحب الخير لغيرك علشان يترد لك. لكن لو حقدت على فلان انت كده مش هتتقدم في حاجه. وبمناسبه حته النصيحه، انا برضو كمحمد دايما بستقبل النصيحه الكويسه من الشخص اللي فعلا جرب. يعني انا قبل ما اعمل كتاب ريد ذم قابلني ناس تقول لي بس انت الكتاب ده كان المفروض مش عارف توريه لفلان علشان يراجعه، ولازم تاخد ريفيوهات من كتب وقراء. انا ما عملتش بالنصيحه دي ليه؟ لان الاشخاص دي اصلا ما جربتش، هي عارفه كلام وخلاص، لكن ما جربتش تجازف وتبيع حاجه زي كده. فامتى تاخد منه النصيحه؟ اللي هو فعلا جرب ولقى الموضوع مثلا ما بيجيبش همه، ساعتها هنا انا باخد الاكسبيرينس كلها، الخبره وراء تجربه اللي الشخص ده خاضها. غير كده انا هسمع كلامك ليه؟ الموضوع بالظبط عامل زي انك بتروح تسمع مثلا كلام واحد في جيم ما عندوش عضلات بس بيديك نصايح. طب انت ازاي هتاخد بنصايح وهو اصلا مش عامل عضلات او جسمه مش كويس؟
ازاي هتسمع كلام واحد في الطب مثلا وهو مش دكتور، وهكذا. فزي ما بنقول ايه، ادي العيش لخبازه، خد الخبره الفلانيه، سواء بقى مثلا محتوى على السوشيال ميديا من واحد فعلا جرب وفشل ونجح وجاب فيوز وما جابش فيوز وهكذا. الشخص اللي تلاقيه بيديك نصايح عمال على بطال وهو اصلا ما جربش حاجه زي كده، فده ابعد عنه. العلامه اللي بعد كده هو قله الاختلاط، لان الشخص ده معظم الوقت بيحاول يبعد عنك، او بيحاول لو انتوا تلاقيته ما يقولكش مثلا سلام عليكم، مع ان السلام لله. هو عنده بقى ان ايه، ممكن يجي يقعد في تجمع انت فيه، ممكن يسلم على اللي قاعدين كلهم وما يسلمش عليك، او ممكن يجي يتكلم مع 2 3 وما يقومش بدوره اللي هو السلام مثلا سلام عليكم، او يمد ايده يسلم. دايما بيمنع الكونتاكت بينك وبينه، ده برضو الى حد ما بيبقى شخص بيحقد عليك. ودي كانت شويه علامات. لو عايز تعرف بقى العلامات كلها اللي فعلا تخليك تتاكد ان الشخص ده فعلا بيحبك او فعلا بيحقد عليك، ما تنساش زي ما قلت لك تشوف كتاب ريد ذم. عايز تشتريه بعت لي رساله على رقم الواتساب اللي هتلاقيه تحت في الديسكربشن. ودي كانت حلقه بسيطه. لو عايزين محتوى من ده اكتر الفتره الجايه اكتبوا لي تحت في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو ده. وبس كده، ما تنسوش تصلوا على النبي، تحافظوا على صلواتكم وتقربوا من ربنا. شكرا، سلام عليكم.